لو فقدت أغلى حد في حياتك تفتكر هتعرف تكمل؟ مسلسل كتالوج مش مجرد قصة حزن، ده وجع للناس العاديين اللي بيضحكوا في العلن وبيعيطوا في السر. 8 حلقات على نتفليكس هيفكروك إن العيلة هي كل حاجة بس من غير كتالوج. مسلسل كتالوج هو مسلسل مصري من 8 حلقات نزل على نتفليكس، بطولة محمد فراج وتأليف أيمن وطار وإخراج وليد الحلفاوي. القصة بتحكي عن أب بيمر بتجربة فقدان زوجته وبيحاول يتعامل مع الحزن ومع الأبوة ومع ضغوط الحياة، ولكن بمساعدة غير متوقعة فيديوهات مراته اللي على اليوتيوب. المسلسل بيجمع ما بين الدراما الإنسانية والكوميديا الخفيفة، وما بين لحظات الحزن اللي بتمس القلب ولحظات فيها دفء وواقعية. المسلسل نجح جدا في تصوير مشاعر الفقد واللحظات الصغيرة اللي بتمر على أي بيت، بس في أحيانا كان في كوميديا كده ما كانتش موفقة، زي مشهد الأب اللي بيصحي ولاده يوم الجمعة علشان يوديهم المدرسة. ده مش منطقي حتى لو هو مشغول. محمد فراج بيقدم لنا أداء ناضج جدا، حساس ومليان تفاصيل، تحس إنه فعلا هو الأب المصدوم والمتلخبط اللي بيحاول يثبت قدام عياله وهو جواه مشاعر عاصفة جدا. خالد كمال فاجئني، دوره مؤثر جدا ويمكن هو أكتر دور أثر فيا شخصيا. سماح أنور دمها خفيف وفي نفس الوقت عندها لحظات إنسانية من الآخر تشرح القلب. الطفل الصغير علي كان أداؤه جيد جدا خصوصا في النص الثاني من المسلسل، وبيثبت لنا إنه نجم فعلا وخصوصا بعد لام شمسية. وفي ضيوف شرف كتير جدا ظهروا بشكل مفاجئ، منهم نجوم فن ورياضة، وده زود متعة المشاهدة. وليد الحلفاوي فاجئني بلمسه اخراجيه ناعمه جدا ومؤثره، استخدم الكاميرا بلطف يخليك تحس انك قاعد مع العيله مش بتتفرج عليهم. المشاهد الاخيره تحديدا كانت قويه جدا بصريا وعاطفيا. مشهد خالد كمال في ملعب الكوره مثال حي على البساطه اللي بتوجع. أيمن وطار معروف بالكوميديا، لكنه هنا قدم لنا تجربة حزينة وإنسانية مكتوبة بحب وصدق، وخصوصا أول 4 حلقات. الورق مليان لحظات صادقة وذكية، لكن بقى من بعد الحلقة ال5 لحد الحلقة ال7 حصل شوية هبوط، وبعض الخطوط الفرعية حسيتها مط وحشو، وده أثر على الإيقاع العام. بس النهاية جمعت كل الخطوط وبشكل محترم جدا. الموسيقى التصويرية كان فيها جمل موسيقية مؤثرة جدا خصوصا في الحلقات الأخيرة، بس أحيانا استخدام الموسيقى كان زايد عن اللزوم. حتى في مشاهد كوميدية أو عادية كانت الموسيقى برضو داخلة، وده خلى تأثيرها يقل بدل ما يزيد. مسلسل كتالوج ده تجربة درامية محترمة جدا، بيقدم دراما أسرية ناضجة وبلمسة إنسانية، رغم إنه في شوية مط كده في النص، لكنه يفضل برضه من المسلسلات اللي بتسيب أثر وتخليك تفتكر ناس وحشتك أو لسه جنبك. تقييمي للمسلسل 8 من 10، ويستحق المشاهدة خصوصا لمحب الدراما الهادية والعاطفية. كتالوج بيقولك إنه مفيش كتالوج للحياة، بس الحب والذكريات ممكن يكونوا هم الدليل اللي تعرف تمشي بيه في وسط الزحمة. لو بتحب الدراما اللي من القلب ادي لنفسك فرصة واتفرج على المسلسل ده، ويهمني رأيك، هل لمسك زي ما لمسني؟ وافتكر سقراط دايما بيحب يسمع رأيك، فمستنيك بقى في الكومنتات. سلام يا أبطال.